بحضور جماهيري قياسي ملأ جنبات المدرج الواحد بمدينة الناظور ديربي الشرق بين الهلال لرد الاعتبار مع أمل نهضة بركان. إليكم تصريح بوسلي باث كان له الفضل الكبير في الانتقالات الشتوية. ساهم الانتدابات السيمورات ونقاشاه شي نحب الفارق نزور مع الانتدابات الحمد لله اتصاليين وذوينات نوادي الفارق ونوبويوغا نوادي الفارق هلال رياضي النهضة. ما مش يوسف الشوط الأول متكافئان السادس الفرص السادس ان شاء الله سيكون تيكون ان شاء الله الرحمن الرحيم. خطأ من الجهة اليسرى للهلال. هل يبتسم الحظ؟ هل تسجل الهلال الهدف الأسبقية؟ ممتازة قوية جدا. بينالتي الفابور لهلال الناظور. ركلة جزاء لهلال الناظور واضحة بعد تحويل مسار الكرة من اللاعب رقم 4 تصطدم بيد مدافع نهضة بركان. بينالتي الفابور لهلال الناظور، معها تصدع حناجر الهلاليين ما أحوج الهلال للانتصار من أجل الانطلاقة. ممتاز. نتابع معكم دقائق الشوط الثاني. ركلة جزاء ينبغي لها اللاعب اليحيوي، ربما نتمناها في الشباك. نتمنى في الشباك إن شاء الله. الحكم يتوجه لدكة بدلاء الهلال، ينذر المريني، ينذر يوسف المريني. نعود للأهم والمهم في كرة القدم، لغة الأهداف. نتمنى ركلة جزاء في الشبكة. هدوء يسبق العاصفة، هدوء يسبق الفرحة، هدوء يسبق إن شاء الله هدف الأسبقية الرقم 2. ينبغي لركلة جزاء حمزة. بوسلي باث حاضر دائما وابدا. حمزة، يلا حمزة في الشبكة ان شاء الله الرحمن الرحيم. ممتازة ممتازة. يسجل. نعم. ممتازة. فرحة ممتازة جدا لأنصار الهلال ولفداين. ممتاز، رائعة جدا. جمهور الهلال أحس بأنه هناك شيء ما بعد انتدابات أقول لها الفضل الكبير لمجموعة من المراسلين وكذلك للإطار التقني. افتتاح حصة التسجيل. نعم. بريميرو جول لهلال الناظور. الدقيقة 90 أو دقيقة 45 من الجولة الثانية. الجمهور والجماهير الهلالية تنتظر صافرة الحكم الهزاز للإعلان عن انتصار الهلال في أولى مقابلات دورة الأياب. نتمنى أن تكون دورة الانتصارات. خطيرة خطيرة خطيرة، لكن الدفاع خطأ. الحكم ما يعلنش على الخطأ. ممتاز. الحكم يرفض تغيير الهلال.
الجماهير تنتظر دخول ياسين الكحل، لاعب متمرس، لاعب بخبرة طويلة، جاور مجموعة من النوادي الوطنية وكذلك الآسيوية. من دخول ياسين الكحل اسم أعطى الكثير للمغرب التطواني والوداد البيضاوي. حذاري حذاري حذاري، خارجة. هجمة للهلال، هجمة أخيرة ربما. شوف اللمسة، لمسة رائعة. اللحظات الأخيرة من الجولة الثانية والمباراة، استخلاص الكرة ممتاز يحيوي. حذاري من الأخطاء، حذاري من الأخطاء. كل اللاعبي النهضة متواجدون في منطقة هلال الناظور. يوزع الحارس، الحارس سهل، نعم ممتاز. آخر محاولة، آخر محاولة لأمل نهضة بركان. لا خوف حقيقة على هذا الفريق. خطيرة، ممكن الثانية. أي لاعب البديل الصغير في السن، فقط 19 عام. نهاية المقابلة وانتصار الهلال ممتاز. هذا الانتصار سيعطي دفعة معنوية في قادم الجولات. مبروك للهلاليين، مبروك لهذه الأنصار الغفيرة الحاضرة في الملعب البلدي. ممتاز جدا. لنا لقاء إن شاء الله في المقابلات المقبلة. الهلال يرفع رصيده إلى 16 نقطة. فرحة اللاعبين مع أورتراس فداين، أكيد بأنها شحنة معنوية. انتصار أول في دورة الإياب تعني الكثير مع انتدابات في المستوى. الهلال حقق الأهم والنتيجة 3 نقاط ترفع رصيده إلى 16 نقطة. قادم الجولات بإذن الله